مطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. قال: إن للموت فزع فإذا رأيتم جنازة فقوموا. وقال: إن للموت شدة، إن للموت رهبة، إن للموت سكرات. اللهم هون علينا سكرات الموت. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى الآل والصحب والتابعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. عباد الله، ما كان لي أن أسابق الزمان ولا أن أتأله على الله، فكل شيء عنده بمقدار ولكل أجل كتاب. وإنما وجاءت سكرة الموت ونفخ في الصور وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. مقدمات لبدء المشهد. نعم والله، إنه مشهد التجلي والإجلال، مشهد العظمة والكبرياء، مشهد لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، مشهد المجيء الرباني الذي لا يعلم كيفيته ولا هيئته إلا الله، ولكنه قول حق. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. مجيء لا نتفكر فيه بالذات الإلهية، وإنما مجيء نحضر له الجواب، لأنه مجيء الفصل والقضاء. نعم، ماذا أعددت جوابا يا عبد الله؟ فهذا مجيء ومشهد الفصل والقضاء، بل وكشف الغطاء. فالبصر اليوم حديد، فالبصر اليوم حديد. أيها المؤمنون، وجاءت سكرة الموت. لأهل العلم ولأهل التفسير وجهان في هذا القول. أحدهما يقول جاءت شدة الموت وغلبته، والثاني يقول جاءت حقيقة الموت. نعم، ونحن نقول شدة الموت، غلبة الموت، حقيقة الموت. والله ذلك اليقين الذي لا محيد ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص
يقين، لترونها عين اليقين. فلاسمع بقلبك أخي في الله، واسمع أيها الغافل، واسمع أيها اللاهي، واسمع يا من أنكرت يوم البعث وتغافلت وتلاهيت. إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ولو كنتم في بروج مشيدة. روي أنه لما ثقل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صديق هذه الأمة، جاءت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتمثلت بهذا البيت، أي بيت من الشعر: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. نعم، ما يغني الثراء وما يغني الجاه وما يغني المال، ولن تغني الأولاد ولا الأزواج، بل والله لن يغني عنك من كان سببا في وجودك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. نعم، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فكشف عن وجهه رضي الله عنه وأرضاه وقال: ليس كذلك يا عائشة، وإنما قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. نعم، ذلك ما كنت منه تحيد. عش ما عشت فإنك ميت، واجمع ما جمعت فإنك تاركه، وأحب من أحببت فإنك مفارقه. فراق من الدنيا، من دار العمل إلى دار القرار. أفق عبد الله حتى لا تصل إلى ذلك اليوم فتقول يا ليتني قدمت لحياتي. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه الشريف ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات. اللهم هون علينا سكرات الموت. إن للموت لسكرات، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ونفخ بالصور، ذلك يوم الوعيد. أعني مسمع قلبك أخي في الله، وحرك جوارحك. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى وجهته وانتظر أن يؤذن له بالنفخة. ونفخ بالصور. تدبروا كتاب الله عباد الله. فقالوا، أي صحابة رسول الله، أي من عرفوا الله، أي كانوا من كانوا ورعين من الله لكل لحظات حياتهم، من حققوا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قالوا: يا رسول الله، كيف نقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم،
تقولون حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم والله حسبنا وملاذنا ومنجاتنا الله لما هو قادم ولما هو آت. وما هو قادم وما هو آت أتعرض إليه بعد جلسة الاستغفار، فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله وعده حق.